كنت قد اقترضت من بنك، ثم طلبت أحد المؤسسات أن يسددوا عني هذا القرض عبر شراء أسهم يملكونها في بنك البلاد أو غيره، وأسددهم أنا مقابل 3000 ريال. وأظن سؤاله ليس على هذه الطريقة شيخ أحمد. نعم كما فهمت أنا، ونرجع لفهمك. أعطيك فهمي وأجيب بعد ذلك على فهمك. نعم تفضل. هو صاحب أرض، جاءه شخص وقال أنا أريد أن أشتري منك الأرض، كم قيمتها؟ قال 1,000,000. قال أريدك أن تسجلها ب1,300,000. نعم. ويقوم البنك يدفع لك 1,300,000 وتعطيني 300 وتأخذ أنت المليون. نعم. هذا سؤال أبو يزيد مع الشيخ، وهو سؤال آخر يعني. دعنا نكمل هذا. طيب. هو يقول بعت فلة ب1,000,000 وحسبتها ب1,300,000 ويأخذ الشاري 300,000 مقابل أثاث وكذا، وقد مضى على ذلك سنتان. نعم. الجواب أن هذا كذب. نعم. وأنه مما لا يجوز شرعا، وأنه نوع من أنواع التحايل. وقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، والكذب محرم في الشريعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. نعم. والذي الواجب على أخينا الآن أن يقوم بإبلاغ المشتري، فيقول له إما أن تبلغ البنك أو أبلغهم أنا، ويقوم بإبلاغ البنك من أجل تصحيح الوضع مرة أخرى لتبرأ ذمة الجميع. نعم. إذا كان الناس صادقين في تعاملاتهم أورثهم الله البركة، وجعلهم الله لا يحتاجون للديون ولا إلى غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. نعم. إذن الواجب عليه أن يبلغ البنك بذلك. أول شيء يحاول في المشتري ليقوم المشتري هو بإبلاغ البنك لتصحيح الوضع، فإن لم يبلغ المشتري البنك بذلك فإن البائع يقوم بإبلاغ البنك ليتخذ الإجراء المناسب في مثل هذا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نرجع لسؤال أبو خالد، عليه قرض هو يقول كان القرض عالي يعني علي، فأردت ذهبت إلى مؤسسة على أن تسدد عني القرض بمعنى يقرضونه بأسهم في بنك البلاد يملكونها، ثم يأخذ قرض آخر ويرجع لهم يسددهم خلال أيام معينة مقابل 3000 ريال. نعم. يعني الآن هو يريد أن يأخذ منهم 1000 يرجعها بعد 3 أيام. نعم. مقابل 3000 ريال. نعم. أو 100,000. أو 100,000. نعم. يأخذ 100,000 ليسدد به الدين الذي عليه، وبعد 3 أيام يعيد هذه 100,000 معها 3000. نعم. هذا هو الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وكون الإنسان يتقي الله سيجعل له مخرجا، كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليست حلول مشاكلنا المالية بالربا، بل الربا يزيدها ويجعل مشاكلنا تنمو وتزداد. نعم. بارك الله فيكم. هو كأنه يريد أن يقترض من هؤلاء هذه الأسهم وعليه دين مثلا 80,000 أو 100,000. يعني لن يأخذ نقدا، هو سيأخذ أسهم ثم يبيعها هو ويأخذ هذه القيمة ويسدد البنك الآخر يسدد القرض الأول عليه، ثم يأخذ قرضا آخر من البنك نفسه ويعيد مبلغ قيمة هذه الأسهم يسددها مقابل 3000 أو زيادة 3000 ريال. وش موجب زيادة 3000؟ إنما أعطوه يعني هو الآن سيشتري أسهما بزيادة عن ثمنها في السوق. ثمنها في السوق 100 ريال وبيشتريها منهم 100 وريالين مقابل أنهم يؤجلونها يومين. نعم. 3000 هذه ما الداعي لها.
إذا كانت داخلة ضمن القيمة يعني إذا كانت داخلة ضمن القيمة لا بأس. أما إعطائها وجعلها نسبة من أجل هذا التأجيل فهذا ما يصلح. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من نورة، وسؤال يتكرر كثيرا عن السعودة، بمعنى تجعل اسمها عند الشركة